زبدة اللوتس المحببة عند الكبار قبل الصغار. وصفة سهلة وسريعة. أنا حبيت بهذا الفيديو إنه ساوي لكم إياها لأنه في كتير ناس بيحبوا إنه يدوقوها أو يجربوها، يجربوا طعمتها يعني، وبسبب إنه سعرها مرتفع نوعا ما فيعني بيستثنوها. بس أنا بهذا الفيديو حبيت إني أحضر لكم إياها بمكونات بسيطة وسهلة وسريعة وبالبسكوت السادة. ما في داعي تستخدموا بسكوت اللوتس أبدا. هل عندي البسكوت السادة هون أو أي نوع بسكوت أنتم بتحبوه بتفضلوه. عندي هاي العلبة تقريبا عملت 200 جرام. هلا انا رح اضيف معلقتين كبار من السكر البني الرطب تبع الحلويات. اذا ما عندكم سكر بني فيكم تضيفوا ربع كوب من الكراميل. الكراميل انا سبق ونزلت طريقته عندي على القناة، اذا فيكم ترجعوا وتشوفوها للوصفة. ضفت كمان نص معلقة من القرفة مثل ما شفتوا ومثل ما شايفين يعني هيك براس المعلقة زنجبيل، وحطيت كمان قرنفل مطحون كمان، وحطيت كمان رش من الملح. هدول البهارات لازم تضيفوهم لانه هو بسكوت اللوتس بيجي فيه بهارات يعني بالاساس. انا هلا عم بخلط المكونات مثل ما شفتوا البسكوت مع البهارات. ورح اضيف هلا الحليب عندي كوب كامل من الحليب، انا ضفت منه شوي وتركت ربع كوب على جنب مشان ما بدي خلي الزبدة تكون يعني تكون سائلة، بدي يكون عندي قوامها حلو. ضفت كمان مكعبين من الزبدة عملوا معي 25 جرام. الحليب هون انتبهوا انه يكون دافي ما يكون بارد، هذا هو قوامه. انا رجعت ضفت كمان معلقة كبيرة من السكر البني، ورجعت كمان رجعت خلطتها مرة تانية لحتى صار عندي قوامه مثل ما شايفين بالفيديو. قوامه هيك كتير صار حلو وناعم وما بتفرقوه عن الجاهزة، يعني طعمتها كتير كتير لذيذة. فيكم تستخدموها طبعا لانه تغلفوا فيها الدونات، تحطوها مع الكريم الشانتيه لحتى تحشوا فيها الكيك. كتير لذيذة وسهلة وسريعة ويعني والولاد كتير بحبوها. بتمنى انه الوصفة تكون عجبتكم لليوم، وبتمنى انه تدعموا لي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك بقناتي وتفعيل جرس التنبيهات لحتى تشوفوا كل جديد انا بنزله، وان شاء الله بشوفكم فيديوهات جديدة وافكار جديدة.